اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل كفتة خطيرة خطيرة بمعنى الكلمة. مكون واحد بس هيخليها لك تروح في حتة تانية خالص. كفتة الطاسة أو كفتة الصينية أو كفتة الفرن بتختلف معايا شوية بمكوناتها وخلطاتها وتتبيلتها، والبهارات برضو عن كفتة الشوي أو كفتة السيخ. تمام. أنا هزود شوية تكات كده، وفي حاجة معينة معلقة واحدة بس منها، أيوة، الزبادي. معلقة واحدة بس منها هتخلي لك الكفتة طعمها جنان. لو ما جربتهاش بالطريقة دي لا جربيها، مش هتخسري حاجة، هتعجبك جدا جدا جدا. مش هتعملي كفتة الطاسة أو كفتة الفرن بعد كده إلا بالتتبيلة دي والخلطة دي بعد يعني خلطات كتير وتتبيلات كتير. انا جربت كل الانواع وكل التفاصيل والصراحه دي اللي عجبتني جدا جدا. هقولك الموضوع جه معايا ازاي. ويا ريت ترفع الفيديو بلايك وشير عشان دي اول مره هتشوفيها على اليوتيوب. تمام. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، انا جبت ربع كيلو من اللحمه. ربع كيلو من اللحمه ما شاء الله هيعمل لك 8 صوابع كفته كويسين، وممكن يبقى اكتر بس تخلي الصوابع صغيره. انت زي ما هتشوفي دلوقتي حالا الفيديو هتلاقي ان ما شاء الله كل صباع كفته مليان كبير كده. انت بقى على حسب تصبيعك انت والحجم اللي انت تحبيه. تمام. حتى لو عايزه تعمليها كور برضو مش هتقول لا. اهم حاجه التتبيله، واهم حاجه المقادير اللي انا حطيتها على الكفته دي. خليكي معايا. اول حاجه كده انا جبت ربع كيلو اللحمه، وجبت بصلتين كبار. بصلتين كبار على ربع كيلو يا بنتي ده هتفك؟ لا ولا هتفك ولا اي حاجه، وانت شفتيها برضو في اول فيديو. اهم حاجه تشيلي منهم الميه تماما، عايزاهم مصفين كويس جدا. وبشره صغيره من جوزة الطيب دايركت كده على البصل باللحمه. هنا بقى معايا طبق فيه حبه مكونات كده وتتبيلات وبهارات، هسيبها لك برضو في الوصف تحت او في الديسكريبشن تحت علشان لو ما لحقتيش تعرفيها يعني. تمام. تمام. عندي هنا يا ستي نص معلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا المدخنه، فلفل الاسود مكعب من المرقه، جنزبيل بودر، كزبره. والسر هنا برضو حاجة تانية خطيرة جدا جدا هتخليها لك هشة وجميلة ومقرمشة كده، وما تخافيش مش هتنشف منك. معلقة الزبادي، معلقة زبادي مليانة. تمام. وفي البهارات دي انا حطيت معلقة من الدقيق، معلقة من النشا، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. جربيها بجد بالطريقة دي طلعت جنان. انا بجد هتبقى وصفة معتمدة عندي في كفتة الصينية. تمام. في وصفات كتير قوي في كفتة الصينية او كفتة الفرن. طبعا انا منزلة عندي كفتة السيخ او كفتة الفحم. انا كنت شويها على الفحم، كنت شويها في سيخ الفرن. كانت تحفة جدا وجميلة، بس طبعا مختلفة خالص خالص عن التتبيلات والإضافات دي. تمام. هبدأ بقى صباها. أنا مسبتهاش تستريح ولا دخلتها في التلاجة ولا أي حاجة. جبت بقى صينية كده ألمونيا، صينية تيفال عندك، هترشيها رشة من الزيت بسيطة جدا، وهبدأ بقى أسيخها على عصيان الشيش أو معلقة عندك أو قلم نظيف كده، اللي موجود عندك اللي تسيخها عليه يعني. تمام. ومية البصل أهي جنبي، أنا مش حاطة عليها أي إضافات. بملس إيدي بس كده في المية، اللي هو علشان لما أجي أخد قطعة من اللحمة ما تلزقش. تمام. متهيألي ربع كيلو اللحمة ده اداني كفتة حوالي نص كيلو او اكتر كمان. لو حطيتيها على الميزان بعد ما ضفت المقادير والخلطات وكده وصبعتيها هيديكي طبعا مقدار اكتر. هبدأ بقى اصبع كل الكمية وهدخلها على طول الفرن. برضو مش هدخلها التلاجة، يعني مش هتستهلك معاكي انك تدخل التلاجة ولا تشمع ولا الكلام ده. عارفة بعد ما هتسويها هتلاقيها متشمعة من بره مشدودة، أكنها كلها لحمة صافي، أكنها بجد كلها لحمة صافي، مش متضيف لها أي إضافات خالص غير الريحة وغير الطعم. حاجة جنان بجد. جربيها بالطريقة دي وما تنسيش المكون السحري بجد، ده مكون سحري للكفتة. معلقة الزبادي، معلقة زبادي مليانة. طبعا هتضعفي الكمية شوية لو عندك كمية لحمة أكتر. شوفي كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الصباع عندي عاملاه كبير ازاي، وعامله كام واحد بربع كيلو بس.
يعني حاجة حلوة جدا وهتوفر معاكي برضو. عندك بقى عزايم داخلين بقى على شهر رمضان، هتحبي طبعا تعملي أصناف متنوعة، لو عازمة لو عاملة أي حاجة، فالإضافات دي تبقى كويسة جدا. وحطيت بقى كده على الوش مسحة زيت. خدي بالك قبل ما تبدأي في التصبيح شغلي الفرن على درجة حرارة عالية جدا علشان يسخن معاكي. وممكن برضو لو مش متوفر عندك فرن أو يعني مزنوقة أو في أي حاجة، ممكن تحطيها عادي جدا على النار من فوق تعلي جدا وتغطيها، وتيجي بعد 5 دقايق بس هتهدي خالص، وعادي برضو هتسيبيها متغطية، وفي الآخر خالص هتشيلي الغطا من عليها. تمام. بس لازم أول حاجة تعلي درجة الحرارة كويسة جدا علشان تشد بسرعة، يعني تلم بسرعة. تمام، ما تاخدش وقت معاكي. هنا كده كانت في نص الموت ده. بصوا بسم الله ما شاء الله. كمية برضو الزيت اللي نازلة دي برضو دهون كانت في اللحمة. انتوا زي ما انتوا شفتوا معايا في الأول أنا حطيت نقطتين بس من الزيت كده عشان تديني لمعة مش أكتر. طلعت بقى الصينية من الفرن وبدأت أمسح من مية البصل كده على الوش عشان تديني طعم. تمام. أنا ما حطيتش يا بنات في البهارات ولا توم باودر ولا بصل باودر. انا حطيت على البصل طين حوالي 3-4 فصوص توم برضو مبشورين، وحطيت البصل الصحيح. تمام. هنا كده بقى خلاص خلصت وطلعتها من الفرن. هوريكم دلوقتي شكلها من جوه عامل ازاي. طريه كده من جوه ومن بره طبعا الماسكه نفسها متشمعه حلو جدا. عندك بقى حبه خضره كده هتطلعيهم عليها هتديكي نفس حلو جدا. حبه تحطي لها فحمايه كده مولعه تديكي يعني ريحه الفحم، هتبقى برضو كويسه جدا. هنا برضو كنت عامله جنبيها بقى كده مكرونه مسلوقه وحبيت احط لها كاتشب، ما حبيتش اعمل لها صلصه. تمام، يعني تبقى خفيفه وفي نفس الوقت كده حاجه تغيير يعني. عايزه بقى تعملي جنبيها شويه بطاطس محمره شيبسي، اي صوصات انت بتحبيها. هي اكله بتبقى لذيذه قوي سهله خالص بسيطه. طبعا كل الاطفال بيحبوا الاكلات دي، اكلات النوادي والفسح. المكرونه والبانيه ومكرونه وكفته حاجه سهله وبسيطه. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل فيديو وكل وصفه جديده تنزل توصلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.